بيبدأ مسلسلنا مع طفل صغير وبتكون براءة الدنيا في عينيه، وبيبقى طالع رحلة مدرسية لمتحف الزواحف، وبيسمع من المدرسة بتاعته إن وجبة التعابين المفضلة هي الفئران. فبيتسحب الولد ده لفتحة من القفص اللي فيه التعبان، وبيطلع من شنطته فار وبيدخلوه للقفص. وفي اللحظة دي الطلبة بيشوفوا أبشع منظر ممكن يشوفوه، وهو إن التعبان بيهجم على الفار، فبيطلعوا كلهم يجروا وهم بيصرخوا، وبيفضل الطفل ده واقف بيتابع تفاصيل الافتراس باستمتاع جدا. وبعد 5 سنين بنشوف الطفل ده برضه داخل كنيسة، وبيكون شايف نفسه مختلف جدا وسط الناس ومحدش بيبقى فاهمه. بس بنسيبنا من الطفل ده شوية وبنرجع 10 سنين لورا، تحديدا قبل ما الطفل يتولد بسنة. وقتها بيكون في مجموعة غطاسين بيمارسوا رياضتهم المفضلة في أعماق البحار في كوريا، وبيكونوا كلهم بيعوموا في مجموعة واحدة، ولكن الغطاس منهم بيجيله الفضول إنه يسيب زمايله ويكتشف مكان تاني غيرهم. بس دي بتبقى أكبر غلطة هو بيعملها، لأنه بيلاقي في وشه جثة من غير راس عايمة كده في البحر قصاده. وطبعا الدنيا بتتقلب والشرطة بتملى المكان، وبتبقى قضية مرعبة وبتنتشر بسرعة جدا، وده لأنها مش أول مرة تحصل في كوريا. وبنروح لدكتور في جامعة بره اسمه دان، ودان بيبقى أصوله كورية ولكن عيلة إنجليزية اتبنته من فترة، وبقى عايش من وقتها في إنجلترا وكمان بيشتغل هناك. وبيكون متخصص في علم الجينات وشغال على مشروع يقدر فيه إنه يكتشف هل الجنين لو اتولد وكبر هيبقى سفاح ومختل نفسيا ولا لأ. وكل ده وهو لسه في بطن مامته. فبتتصل بيه سياسية مهمة جدا في كوريا علشان تطلب مساعدته، وفعلا هو مش بيتأخر وبيركب أول طيارة لبلده، وبتكون عايزة منه يتكلم عن مشروعه قدام الوزراء والسياسيين المهمين علشان ياخدوه مقياس يقدروا يكتشفوا منه السفاحين من قبل ما يتولدوا، علشان يعني الجريمة بتاعت الراس دي ما تتكررش تاني. بس بيكون في نسبة خطأ توصل ل1%، وممكن ما يبقاش سفاح ويبقى شخص عبقري جدا. فالمجلس اللي كان معمول علشان مشروعه الفكرة بتعجبهم كلهم، بس من مجرد ما بيتكلم عن نسبة الخطأ بينقسم المجلس فئتين: فئة بتأيد مشروع دان وبتقول إن هو هينهي مصايب من قبل ما تبدأ، والفئة التانية بتقول إنهم كده ممكن يخلصوا على عباقرة كتير بسبب نسبة الخطأ دي. وبيتم التصويت وبتطلع النتيجة تعادل بين الفئتين، وبيضطر رئيس المجلس إنه يصوت ويبقى هو الصوت الفاصل، وبينضم رئيس المجلس للفئة المعارضة، والمشروع ده بيتلغي تماما. وبيروح دان بالليل زيارة لأعز صحابه واللي بيكون اسمه هانسو، وده يبقى دكتور مخ وأعصاب مشهور جدا في كوريا. وبتكون مرات الدكتور ده لسه حامل، وبيشوف دان صور لهانسو وهو مع واحدة تانية، وبتبقى صور فرح ولكنها بتبقى واحدة غير مراته اللي جنبه يعني. وبنعرف ان اللي في الصورة دي هي اخت دان اللي ماتت على ايد نفس السفاح اللي بيقتل الناس وبيقطع ادمغتهم ده. وبرغم ان هانسو اتجوز من تاني ولكنه لسه فاكرها اصيل يعني. وبعد ما الزيارة دي بتنتهي بيروح هانسو يوصل دان لأقرب فندق علشان يبات فيه ويرجع انجلترا تاني يوم. وبنسيبنا من كل الناس دي وبنروح لعيلة تانية بسيطة خالص مكونة كده من أب وأم وطفلين، وبيكونوا رايحين يخيموا في مخيم قريب، وبيبقوا راكبين عربيتهم ولكنهم بيتوهوا. فبينزل الأب ويسأل عربية واقفة على جنب الطريق على العنوان يعني اللي هم رايحين له، وبيفيدهم فعلا الراجل. ولما بيروحوا للمخيم ده بيلاقوه مقفول، فبيصمم طفلهم الصغير على إنهم يخيموا لوحدهم قدام المكان لحد ما يفتح الصبح. وفعلا مامته بتوافقه، وبيكون اسم الطفل ده هو موتشي. بعدها بتروح الأم علشان تجيب مية من ينبوع جنب المخيم لوحدها، وبيقرر الأب إنه يروح يحصلها، ولكنه بيشوف مراته وهي على الأرض وفي سفاح واقف قصادها وعايز يقتلها. فبيعطل هو السفاح وبيدي لمراته فرصة إنها تهرب هي وأطفاله. فبتجري حبيبتي فعلا وبتدخل أطفالها في العربية وبتحضنهم بسرعة، وبتبقى عارفة إن ده هيبقى آخر حضن ليهم سوا. وبتسكت الأم الطفل الصغير وبتبص لابنها الكبير وبتوصيه على أخوه الصغير، وبتقول لهم يستخبوا وبتسيبهم وبتنزل من العربية. وبتفضل تراقب العربية من بعيد لحد ما بتلاقي السفاح عايز يدخل العربية اللي فيها أطفالها، فبتضطر إنها تضحي بنفسها وبتشد انتباه السفاح اللي بيروح لها على طول وبيقتلها. وطبعا الأطفال بيبقوا شايفين كل حاجة، وموتشي بيبقى منهار وعايز يروح لمامته، بس أخوه الكبير بيخنقه لحد ما بيفقدوا الوعي، وبعد كده بيحطه في شنطة وبيخبيه تحت السرير، وبيستخبى هو في الدولاب بعيد عنه. وبيدخل السفاح العربية ومش بيلاقي حد، ولكن قبل ما ينزل من العربية تاني بيشوف السرير مش مظبوط، فبيعرف إن في حد تحته مستخبي، وبيطلع الشنطة اللي فيها موتشي وبيفضل
وبيفضل يضرب فيها بمطرقة في ايديه، وبيبقى اخو موتشي الكبير واقف بيتفرج على اخوه وهو بيتعذب كده، وبيكون مرعوب عليه، وبيفتكر وقتها وصية مامته وبيقرر انه يحمي اخوه، وبيطلع من الدولاب فعلا وبيخلي السفاح يسيب الشنطة ويضربه هو جامد، وبتكون الشنطة اللي موتشي فيها اتكسرت، وهو بيبقى شايف كل حاجة بتحصل في اخوه الكبير، لحد ما الشرطة بتوصل للمكان وبيقدر السفاح انه يهرب، وبيسيب وراه طفل بيموت والتاني منهار نفسيا، وطبعا الام والاب اتقتلوا اصلا. المهم يعني بينقلوهم الاتنين للمستشفى علشان على الاقل يعني يلحقوا اخو موتشي، وبيروح محقق لموتشي كده وبيفضل يزعق له وبيطلب منه اي وصف للسفاح، لان السفاح ده قتل بنته قبل كده برضه، بس الناس بتبعد المحقق ده عن موتشي اللي من خوفه بيبقى خايف حتى يتكلم، ولكن فجأة عينيه بتقع على صورة قصاده وبيفضل يصرخ ويقول ان هو ده السفاح، وبنعرف انه بيشاور على صورة هانسو اللي بتبقى بوستر كبير مكرمينه فيه في المستشفى، وطبعا الشرطة بتروح بأسرع ما يمكن لبيته واللي وقتها بيبقى قاعد مع مراته فيه، ومن غير أي كلام بيوجهوا ليه التهمة وبيكتفوه لحد ما يفتشوا البيت، بس مش بيلاقوا أي دليل يثبت إن هو السفاح، وبتبقى خلاص الشرطة بتنسحب علشان يمشوا، بس فجأة موتشي بيطلع من شباك عربية جنب هانسو وبيضربه بمشرط خده من المستشفى في وشه، وبيطلع يجري بعدها وبيخبط في رجل التلج اللي في الجنينة بتاعت هانسو، ولما راس رجل التلج بتقع بيظهر كيس وبيبقى جوه الكيس ده راس مامة موتشي، وبيتقبض وقتها عليه وبيتم التحقيق معاه بكل الطرق، ولكنه في الأخير بيتبرأ لأنه بينفي إن هو اللي بنى رجل التلج ده، وبيبقى الصحفيين مالين المكان، ووقتها بتروح لمراته علشان تستقبله، ولكنها بتصدمه وبتقوله إن هو اللي بنى رجل التلج لأن هي شافته بيعمل كده، وكمان صورته وقتها كانت فاكراها ذكرى سعيدة يعني، وبتطلع الصورة وبتوريها لكل الناس، وكده بيعرف هانسو إنه اتكشف، وفعلا هانسو بيبقى السفاح المشهور وهو اللي ذبح عيلة موتشي بكل قسوة، وحتى نظراته وقتها مش بيبقى فيها اي شعور بالذنب، وبيقول لمراته ان هي ذكيه علشان يعني كشفته، بس هو مش زعلان على فكره لان كل اللي هو عايزه نسله اللي لسه في بطنها، وبيتقبض تاني على هانسو، بس المره دي دان بيقدر يدخل معاه في اوضه لوحدهم علشان يساله سؤال واحد وبس، وبيقول له هل هو فعلا اللي قتل اخته برضه، فبيعترف ان هو فعلا اللي عمل كده بكل قسوه، وبيقول له انه عمل كده علشان هي غبيه لانها كشفت سره، بس ما اكتفتش بكده وكانت حامل وقتلت ابنه اللي في بطنها، فكان عايز بس ينتقم، فبينهار دان من اللي بيسمعه، وبعد فترة بيتواصل دان مع مرات هانسو وهي بتبقى عارفة موضوع مشروعه ودراسته للجينات، وبيعمل تحاليله عليها وبيعرفها ان الجنين اللي في بطنها فيه جينات سفاح زي بابا بالظبط، وطبعا بتنهار لان الحل اللي دان بيقول لها عليه هو انها تقتل ابنها، ولكنها بتقابل وقتها ست تانية حامل وبتقول لها ان هي عملت تحاليل الجينات دي وعرفت ان ابنها هو كمان في جينات سفاح ومختل نفسيا، والاتنين بيتفقوا سوا على انهم هيولدوا اللي في بطنهم ويربوا الاطفال دول على الخير ومش هيتحولوا لسفاحين لما يكبروا، وبكده بنعرف ان الطفل اللي اكل التعبان فار صغير هو ابن هانسو واسمه هون، ولما بيكبر بيبقى وحيد بسبب تصرفاته الغريبة لانه وصل بيه الاختلال النفسي انه بقى يقتل اي حيوان بيلاقيه في المدرسة، وكمان مامته بتتجوز تاني من بعد هانسو وبيبقى جوز مامته بيعامله بقسوة لانه بيبقى ولد شرير وبيقتل حيواناته اللي بيربيها في البيت، وكمان تطور الموضوع وبقى عايز يقتل اخواته اللي من جوز مامته يعني، بس مامته بتلحقه كل مرة، بس في يوم بنشوفه ماسك سكينة وبيكون قتل جوز مامته وبيبقى متجه لباقي العيلة يخلص عليها بالمرة بقى، وطبعا بعد جريمته دي بيتقبض عليه وبيتحقق معاه وبينفي انه قتل اي حد، بس الغريب ان اجهزة كشف الكذب مش بتكتشف كذبه من شدة اختلاله النفسي، وبيكبر وبيكمل طريقه في القتل وبيقوم بأبشع الجرائم على مر السنين ومحدش قادر يمسكه من شدة ذكائه، وبنعرف ان في محقق بيبقى مسؤول بعدها عن قضايا القتل الكتير اللي بتحصل دي، وبنعرف ان اسمه موتشي، وايوه هو نفس الطفل اللي عيلته ماتت على ايد هانسو، ودلوقتي هو كبر وبقى محقق كبير علشان يقدر يرجع حق عيلته من تاني، وبقى كده كل فترة يروح يزور هانسو في السجن علشان بس يعرفه انه هيوصل لمراته وابنه واللي اكيد هو اتولد وكبر دلوقتي وهيقدر يرجع حق عيلته في انه يقتله قصاد ابنه ويخلي ابنه يتعذب نفسيا من اللي هيشوفه، وده نفس اللي حصل معاه، بس ده مش بيبقى خبر حزين لهانسو ولكنه بيبقى سعيد لان مراته في اخر مرة زارته فيها عرفته انها قتلت ابنهم، وده لانها كانت عايزة تقهره بس ما عملتش كده يعني، وبيكون موتشي سايق عربيته وسرحان وبيتفاجئ بان في شاب بيظهر قصاده من العدم وكان هيدوسه، فبيتأسف الشاب ده لموتشي
موتشي كتير وبيقوله ان كان في طير جناحه مكسور وكان هيدوس عليه وكان لازم ينقذه، وبيبان ان الشاب ده طيب جدا وعلى نياته غلبان كده. وبنعرف ان اسمه باروم، وبنعرف ان في عرض هيتعمل في السجن اللي هانسو فيه، وبيكون المسؤول عن فقرة الساحر هو باروم، وبيبقى شرطي لسه في بداياته، وصاحبه كوك يبقى شرطي برضه ولكن حراسة في السجن، والتالت ده دونج وبيبقى اصغر منهم وعايز يبقى شرطي زيهم. وبيساعد كوك باروم في انه يدخل صندوق كبير هيستخدمه في العرض بتاعه، وهناك بيقفوا يستريحوا، وبيشوف باروم السفاح هانسو لأول مرة في حياته. ولما هانسو بيبصله باروم بيحس انه متوتر جدا. وبنروح بعدها لموتشي اللي بيروح لمركز الشرطة، وهناك بيكون في صحفية اسمها تشوي وبتبقى عايزة تستغله في اي خبر يفيدها، ولكنه بيحاول يبعدها بكل الطرق. وبنرجع تاني لباروم وبيكون في نص العرض بتاعه، وكل اللي في المكان بيبقوا عمالين يضحكوا عليه، بس لحد ما بيوصل لفقرة الصندوق الكبير واللي المفروض هيدخل شخص فيها ويخفيه، واول مرة بتفشل منه، وده بيبقى شيء مقصود يعني علشان العرض وكده. فبيكرر المحاولة تاني، ولكن المرة دي بيحصل مصيبة، وهي انه بيلاقي صاحبه كوك موجود في الصندوق وسايح في دمه حرفيا، وبيبقى متصاب اصابة شديدة في دماغه. وبيروح هانسو علشان يقدم المساعدة، بس باروم بيبقى خايف على صاحبه منه، ولكن كل الناس بتقوله ان هو اشطر واحد في مجاله، وفعلا بيساعد كوك وبيلحقه. وكمان بعدها بينقلوه للمستشفى علشان يكمل علاج، وهناك باروم بيشوف دكتور قاسي جدا مع المرضى وكلامه بيبقى حاد قوي، وبيكون اسمه يوهان، وبيبقى هو كمان المسؤول عن عملية كوك، وفعلا بيقدر يلحقه. وبنشوف كده شابة بتبقى خارجة من مدرسة الثانوية بتاعتها والدنيا بتمطر عليها، وفي طريقها للبيت بتكون خايفة جدا، والمفروض جدتها كانت تيجي توصلها بس مش بتلاقيها. فبتمشي البنت دي وبتعتمد على نفسها لحد ما بيجي شخص من وراها وبيمسك فيها، فبتقع البنت وهي منهارة على الأرض. بس بتوصل جدتها وقتها وبتفضل تضرب الشخص اللي مسكها، بس بنعرف ان الشخص ده هو نفسه باروم الغلبان، وهما بيبقوا عارفينه اصلا، وكان بس عايز يقدم مساعدة لبونج. فبتهدي الجدة حفيدتها بونج وبتصمم ان باروم يدخل البيت معاهم على ما تنشف له هدومه وكمان يتعشى معاهم، فبيوافق على طول. وبنعرف ان الجدة عايزة تجوز بونج الباروم، بس بونج بتبقى رافضة، وده لانه ضعيف جدا في نظرها ومش فاتح احلامها الصراحة. وكلامها بيبقى فعلا صح، لان باروم كتكوت قوي مش بيبقى مستحمل انه يشوف قطة ميتة حتى، وبيترعب من الدم بسرعة. وبيروح بعدها باروم للجدة علشان يزورها، وبيعرف انها مصابة في رجلها فبيحط لها لزقة وبيبقى حنين جدا معاها. اما بقى عند حفيدتها فبتروح تسحب فلوس، ولكنها بتشوف خبر وقتها عن اطلاق سراح مجرم اسمه كانج، فبتقع على الارض ومنهارة لانها كانت ضحية ليه. اما بقى عند الدكتور دان فقرر يرجع لكوريا، وبيروح يزور مرات هانسو، وبيعرف منها ان هي ما خلصتش على الطفل لما اتولد ولا حاجة، وان ابن هانسو كبر وبقى دكتور، وهي بتقول عليه انه طيب جدا مش سفاح يعني ولا حاجة زي ابوه. فراح بنفسه علشان يشوفه في المستشفى، وفعلا بيلاقيه مهتم جدا بمساعدة المرضى، ولكن غريب شوية. وبيرجع موتشي بيته وبيلاقي قدام الباب وجبة لأكلته المفضلة، وبتكون جاية من اخوه الكبير واللي بيكون اسمه كو. وبنعرف انه بقى دلوقتي راهب ومسالم جدا، فبيروح موتشي لاخوه وبيرمي الاكل في وشه وبيقول له ما يقربش منه تاني ولا يفكر حتى يهتم بيه، لان علاقتهم انتهت لما سامح قاتل مامته. فبنعرف بقى ان كو لما بقى راهب قرر يسامح هانسو، لا وكمان بيتمنى له الغفران من الرب. وبيتصل بعدها دان بيوهان وبيقول له انه صديق بابا القديم وعايز يقابله علشان يتكلم معاه، ففعلا يوهان بيوافق. وبالليل بيكون دان مستني يوهان في مدينة الملاهي، ويوهان بيروح له، بس الامور مش بتمشي عادي، وده لان يوهان بيهجم على دان ويقتله. وتاني يوم بتكون بونج صاحية بدري وبتجري علشان تفرغ طاقتها في الرياضة، وبتلاقي طير على الارض، وده يبقى طير باروم، وبيدخل عليهم وهو بينادي على بونج. فبتقول له بونج انت عبيط، ما انا واقفه جنبك اهو، بتنادي عليا ليه؟ فبيقول لها انه مسمي الطير بتاعه ببونج برضه، وده لانه يعني معجب بيها بيلمح وكده. وفي يوم بقى بترجع بونج الحقيقية الإنسانة عادي من المدرسة، وبتلاقي الطير بتاع باروم في جنينة بيتها، وبيكون هو مقدمه ليها كهدية يعني، فبتكون فرحانة بيه جدا وبتحب تعمل مقلب في باروم. فبتروح له البيت وهي معاها أكل وبتأكله حاجة في بقه بنفسها، فبياكل باروم وبيقول لها إن الفراخ دي تحفة، بس بونج بتقول له إن دي مش فراخ ولكن الطير بتاعه قتلته وعملت له بيه الأكلة دي. فيعيني بينهار، فبتسيبه كده وبتمشي وبترجع تحكي للطير على اللي حصل. وبنعرف إن يوهان والصحفية
تشوي بتجمعهم علاقة حب، وهي بتبقى عارفة انه ابن السفاح هانسو، ولكنها بتبقى شايفة انه طيب وغلبان. وبيشوفهم موتشي سوا، وبيكون يوهان بيعيط لتشوي وبيقول لها انه تعبان. وبعدها بيتم الابلاغ عن وفاة دان، وبيروح موتشي بنفسه لمسرح الجريمة، ولكنهم مش بيلاقوا الجثة اصلا، وبيعرفوا ان هو دان اللي ميت بسبب ان هم حللوا الدم يعني، ومش بيبقوا عارفين يوصلوا للجثة بتاعته. وفي يوم بتروح الجدة لمكتب توظيف خادمات وبتسأل عن اي فرصة شغل ليها، بس المسؤول عن التوظيف بتقول لها ان هي ست كبيرة ومكحكحة، وبتديها ازازة لبن ترم عظمها كده، وبتقول لها ان هي تدخل الحمام وتخرج هتلاقيها ماشية، بتطردها بشياكة يعني. فبتروح قايمة الجدة وبتفتح التلاجة وبتاخد شوية من اللبن ده لبنج حفيدتها، وقبل ما تمشي بتلاقي تليفون المكتب ده بيرن، فبترد هي وبتعرف ان في عميلة عايزة خدامة في اسرع وقت. وعلى طول الجدة بتاخد العنوان وبتروح جري، وبنعرف ان ده بيت يوهان، ومامته كانت عايزة له حد ينظفه له، وبيكون يوهان عنده مشوار بسرعة، فبيسيب الجدة في البيت لوحدها وبيمشي. وبتخلص الجدة تنظيف البيت من فوق كله، وبتقرر بقى تنزل القبو وتنظف. وبيرجع يوهان بسرعة البيت وبيلاقي الجدة في وشه، وبتقوله ان هي خلصت تنظيف وبتمشي، وبتحاول يا عيني تتملك نفسها من اللي هي شافته في القابو. فبينزل وقتها سونج القابو بتاعه، وبيعرف ان هي شافت كل مخططاته وكمان صور الجثث اللي هو ذبحها، فبيروح وراها علشان يوقفها، بس هي بتركب اول باص تلاقيه في وشها، وبتفضل باصه في صور جثه معاها وهي مرعوبه. وكمان بتحاول الجده تتواصل مع باروم بس مش بيرد. وبالليل بيفتكر انه عامل تليفونه صامت، وبيلاقي مكالمات كتير من الجده وفي رساله، فبمجرد ما بيخلص قرايه الرساله بيطلع يجري على العنوان اللي الجده سايباه، ولكنه للاسف بيوصل متاخر، وده لانه بيلاقي الجده واقعه ميته ويوهان بيجري. فبيجري باروم وراه، ولكن بعد مطاردة طويلة عربية بتخبط باروم بقسوة وبتسمح ليوهان انه يهرب. وبترجع بونج البيت وبتلاقي ناس كتير متجمعة، بس موتشي بيبقى موجود وبيحاول يوقفها، ولكن بونج بتشوف جثة جدتها وبتنهار. وبيروح موتشي لباروم علشان يعرف اللي حصل، وبيحكي له باروم انه لقى رسالة من الجدة بتقول له فيها ان هي عرفت مين السفاح اللي بيقوم بالجرائم البشعة اللي بتحصل دي. ولما وصل للمكان اللي المفروض يتقابلوا فيه لقاها للأسف ميتة، وكان هيقدر يقبض على السفاح، ولكن بسبب العربية قدر يهرب منه. وبيقول ان اكتر حاجة لاحظها هي ان السفاح ريحته نعناع شديد قوي، وده لان سونج فعلا كان بيستحمى بشامبو بتركيز عالي من النعناع، وده علشان طبعا يخفي ريحة الجثث والدم من عليه. وتاني يوم بيروح باروم مع موتشي علشان يدوروا على اي دليل يوصلهم للسفاح، وبيروحوا لاخر مكان الجدة كانت فيه وهو مكتب التوظيف. وهناك لما باروم بيسأل مدير مكتب التوظيف بينفي تماما علاقته بالجدة، بس لما باروم بيخرج من المكتب بتدخل الست اللي ادت للجدة لبن وبتقول ان في حرامي سرق اللبن من التلاجة. ولما بتعرف الست دي ان الجدة ماتت بتقول ان هي كانت عندهم فعلا، فبيقول لها مدير المكتب تخرس والا هتدخلهم في مشاكل هم مش قدها. وبيرجع باروم مع بونج للبيت وبيحاول انه يدعمها ويفضل جنبها. وتاني يوم بتصحى من النوم بتلاقي باروم نايم على نفسه لانه كان سهران طول الليل بيراقبها. وبعدها بيتم اختيار موتشي انه يطلع في لقاء صحفي يهدي المواطنين فيه بخصوص السفاح يعني وكده، ويعرفهم ان هم في محاولاتهم للقبض عليه. بس لما بيجي موتشي يخرج من القاعة اللي فيها اللقاء الصحفي بيلاقي تليفونه بيرن، وبيكون السفاح بنفسه وبيقوله انه خطف طفل دلوقتي وبيفكر يقتله، بس مش هيعمل كده بشرط واحد وهو انه يتحداه. والتحدي هنا كان ايه بقى؟ السفاح كان قتل كذا حد قبل كده، فراح سأل موتشي هو ليه قتل الناس دي. فموتشي حس ان هو بيلعب معاه ومش بيلحقوا يخلصوا من قضية، وبيلاقي نفسهم في نص قضية تانية، والمرة دي مش بيبقى قتل بس، ده اختطاف وعايز فلوس كمان. وبيكون موتشي هو المسؤول عن القضية دي طبعا، وبيبقى مستخف بالسفاح، بس بيجيله شخص علشان يحذره من السفاح ده، والشخص ده يبقى المحقق اللي اتعصب عليه وهو صغير في المستشفى، وده يبقى المحقق بارك. بس موتشي بيقوله ان ده نفس اسلوب قتل هانسو، واكيد ده يبقى ابنه وهو لازم يقبض عليه علشان ينتقم. فبيقوله بارك انه عمل زيه واستخف بهانسو كده، ولكنه ندم وبنته اتقتلت وهو مش عايزه يخسر حد عزيز عليه زيه. فبيقوله موتشي انه خسر باباه ومامته وهو دلوقتي ما عندوش شخص عزيز عليه اصلا. وبياخد موتشي الموضوع على قلبه قوي، وبيطلع مع تشوي في بث مباشر علشان يتحدى السفاح وكمان يوتره علشان يسلموا الطفل. بس يوهان بيبقى بيتفرج وبارد قوي ومش همه اي حاجه من اللي موتشي بيعمله.
يعملها. وفعلا بعدها السفاح بيتصل بموتشي على الهوا وبيقوله انه اللي عمله ده غلط كبير، لانه كده قرر يقتل الطفل اللي معاه على الهوا وقدام الكل. بس موتشي بيكون عمال يماطل معاه ويكلمه على الهوا اكتر علشان يسمح للشرطة ان هي تتعاقب مكانه. وفعلا الشرطة بتنجح في كده وبيروحوا للمكان اللي المفروض يبقى فيه، ولكنهم مش بيلاقوه ولا حاجة. وبيعرفوا ان السفاح ده ذكي، لما كان بيتكلم معاهم عرف خطتهم، وبعد ما خلص مكالمته حط التليفون في شنطة حد ما يعرفوش وقدر يضللهم. وبعد شوية بيتصل السفاح على تليفون موتشي من رقم تاني وبيقوله يستمتع باللي هيحصل قصاده. وفجأة بيعرض السفاح بس مباشر وهو ماسك كو اخو موتشي الكبير وبيقوله ان ده الضحية الجديدة بتاعته. وطبعا موتشي لما بيشوف اخوه بيتصدم وبينزل على ركبته وبيترجى السفاح انه يسيب اخوه، بس كو بيقول لموتشي ما يزعلش ولا حاجة لان ده قدر، واعتراض القدر خطيئة وحشة. وبيقول السفاح لموتشي انه هيسيب اخوه يمشي ولكن بشرط واحد، وهو ان كو يشتمه لانه واثق ان كو هيرفض. وفعلا رفض وقال ان هو مش هيعصي الرب علشان ينجو بحياته، وبيدي الاذن للسفاح انه يقتله كمان. اهو ده بقى اللي اطيب من بهاء سلطان فعلا. وفعلا السفاح اللي منه لله بيخلص على كو قصاد الكل، وموتشي بيفضل يصرخ طبعا من الصدمه واحنا معاه. وبتكون بونج متابعه البث ده برضه وقدرت تتوقع ان المكان اللي هم فيه هو الكنيسه، فبتجري على الكنيسه وهناك بتلاقي كو متعلق وميت فعلا، وكمان السفاح بيكون لسه موجود وبيبقى عايز يقتلها، بس بونج بتعافر معاه لحد ما الشرطه بتوصل فبيطلع يهرب. وبتتنقل بونج للمستشفى وبيدخل موتشي وبيلاقي اخوه متعلق وعلامات التعذيب باينه عليه، فبينهار طبعا اكتر. وبتروح تشوي لموتشي المستشفى وبتلاقيه نايم من شده التعب والانهيار. وتاني يوم بتفوق بونج من الغيبوبه اللي كانت فيها وبيكون المسؤول عنها هو يوهان، وبيسالها هل هي شافت وش السفاح، وبيبقى خايف لا تكون شافته، بس هي بتقوله ان الدنيا كانت ضلمه قوي. بس بعد شويه بونج بتفتكر ان هي جرحت السفاح في ايد الشمال، فبيقول لها باروم اللي بيبقى معاها انه هيستغل ده في انه يلاقي لها السفاح. وبتعرف مرات هانسو باللي ابنها هببه وبتتمنى انها كانت تخلص عليه وهو طفل صغير وما تضعفش. وموتشي بقى بيكون مكتئب من اللي حصل ده، بس باروم بيفضل جنبه لحد ما بيقدر يرجعه من تاني لحياته الطبيعية والشغل كمان، وبيبقى عنده هدف تاني يخليه يدور على السفاح. فبيروح يفتش في حاجة الجدة وبيلاقي شوية أزايز لبن، وبيفتكر موظفة مكتب التوظيف وهي بتقول إن كان في حرامي لبن هنا، فبيرجع تاني للمكتب ده وبيواجههم. وبتضطر تعترف الموظفة إن الجدة كانت عندهم فعلا، بس هي مش عارفة هي راحت لفين بعد كده. فبيسأل موتشي عن الوقت اللي الجدة كانت فيه بالظبط، ولما بيعرف بيخلي حد يجيب له سجل مكالمات المكتب، وبيعرف ان في عميلة طلبت خدامة وقتها، وبيقدر موتشي يوصل للعميلة دي وهي مرات هانسو، وهو بيبقى عارفها لانه كان بيجي لها كل فترة ويخليها تحول له فلوس غصب عنها علشان يعالج اخوه التعبان. ولما بيربط التفاصيل ببعض بيعرف ان ابنها هو ابن هانسو، وكده قدر يلاقي ابن قاتل عيلته اخيرا اللي بنسبة كبيرة كمان هو السفاح دلوقتي. وبيفضل موتشي مستني قدام بيت يوهان علشان يراقبه، وبتروح تشوي وقتها ليوهان في نفس الوقت. فبيتصل موتشي بتشوي وبيقول لها ان في حملة تفتيش رايحة المشتبه الاول في القضية وهي لازم تجيلهم بسرعة لو عايزة يعني سبق صحفي. فبتروح تشوي فعلا لمركز الشرطة لانها مش بتبقى عارفة مين المشتبه الاول، ولما يوهان بيسمع الكلام ده بيعرف ان هو المشتبه الاول، فبيروح بسرعة وبيلم كل حاجة تدينه وبيمشي. بس في الطريق في عربية بتخبط فيه وبتفضل تعطله لحد ما البوليس بيجي، والعربية اصلا بتبقى تبع الشرطة وبيحوروا عليه علشان يعني وقتها يطلب الشرطي انه يفتش شنطة جنب سونج. ولما بيفتشها بيتفاجئ انه مش بيلاقي فيها حاجة، وكمان بيطلب يفتش شنطة العربية ومش بيلاقي برضو حاجة. وفي نفس الوقت بتعمل تشوي اختبار حمل وبتعرف انها حامل واللي في بطنها يبقى ابن يوهان. وبتكون بونج برضو في البيت لوحدها ولكنها بتلاقي حد اقتحم البيت فجأة وده يبقى السفاح، فبتتصل بونج بموتشي وبتقوله ان السفاح في بيتها وهيقتلها، وبتسيب التليفون وبتقوم علشان تهرب. ولكن بارون بيلاقيها وبيساعدها في انها تهرب وبيقول لها تطلب المساعدة وهو هيحاول يمسك السفاح وينتقم لجدتها. وبيكون موتشي في طريقه لبونج وفعلا بيلاقيها في وشه وبيعرف منها ان بارون في بيتها مع السفاح، فبيجروا هما الاتنين لحد ما بيلاقوا السفاح واقف على سطح البيت ومسك مطرقة في ايديه، وبارون واقع على الارض وبيموت. فبيطلع موتشي مسدسه وبيضرب السفاح في بطنه، وبيقع وقتها يوهان على الارض
ووشه في وش باروم، وبيتنقلوا الاتنين للمستشفى. وبيعرف موتشي وقتها ان باروم الجمجمة بتاعته اتكسرت وفرصة نجاته شبه مستحيلة، وبيتعمل لباروم عملية وبيبقوا مستنيين حالته تتحسن. اما بقى يوهان مش بيقدروا يلحقوه وبيموت، فبيفرحوا الصراحة. وبتمر الشهور وباروم بقى بطل قومي، وبونج بتبقى دايما عنده في المستشفى. وفي يوم بتدخل بونج لأوضة باروم ومش بتلاقي الطير بتاعه اللي هي حطته بنفسها عنده، وبتلاقي الشباك مفتوح وفي أطفال ملمومين على الطير الميت. بس بيقطع تفكيرها صوت باروم اللي بيفوق من الغيبوبة أخيرا، فبتحضنه بسرعة بونج. ولكن باروم بيبان عليه إنه ما يعرفهاش أصلا، وبتكون العملية أثرت على دماغه جدا وخليته فقد جزء من ذكرياته. بس مع الوقت يعني هيقدر يفتكر. ولكن باروم بيسيب بيته القديم وبيمشي، وبونج مش بتبقى قادرة تفكره بإنه كان بيحبها والمفروض يبقى جنبها. وبيرجع باروم تاني للشغل بتاعه، بس المرة دي كل الناس بتبقى بتحترمه وبيشوفوه بطل قومي، لأن بسببه قدروا يقضوا على السفاح يوهان. وفي يوم بيكون باروم بيطارد حرامي، والمطاردة دي بتنتهي بإنه يقدر يلاقي جثة مدفونة، ولكنه وقتها بيحس إنه مبسوط قوي وكأنه عايز يتأمل تفاصيل الموت. وبيكون موتشي رايح لشغله وبيتكرر نفس الموقف من تاني، وكان هيخبط باروم برضه، بس المرة دي بيضحك له. ولكن باروم بيفتكره بصعوبة، وفي الآخر بيحضنوا بعض وبيروحوا يشربوا حاجة سخنة. وبيحكي باروم تفاصيل الجثة اللي شافها، وكمان بيوري موتشي صور ليها، وبيقول لها إنه شاكك في إنها كانت مربوطة واللي قتلها كان سفاح ومستمتع بقتلها. وبيحكي تفاصيل تبان صح جدا للجريمة اللي شافها. وعلشان كده موتشي بيقول له إن شخصيته اتغيرت، وبلاقي جدا الصراحة إنه يبقى محقق. وبيرجع باروم لبيته القديم بعدها وبيفتكر ذكريات لنفسه وهو بيسقي الزرع بتاعه، ولكنه بيفتكر ذكرى غريبة كده لمدة ثواني، وبسببها بيجيله صداع رهيب وبيطلع يجري على الطريق وكانت الدنيا بتمطر. وبيفتكر شوية ذكريات تانية كده لبونج، وبيفتكر الجدة معاها. بس بنسيبنا بقى من باروم دلوقتي. فاكرين المجرم اللي كان اسمه كانج ده، اللي لما خرج من السجن بونج انهارت وكانت خايفة منه؟ بنشوفه واقف مع المحامي اللي قدر يطلعه من السجن، وبيبقى جايله علشان يشكره وبيطلب منه يوصله بالبنت اللي كانت سبب دخوله السجن، ضحيته يعني اللي بتكون بونج. فبيقول له المحامي ان ده ما ينفعش، بس كانج بيقول له انه عايز يتأسف لها وبس على اللي عمله، وكمان في جهاز دلوقتي على رجله بيخليه متراقب طول الوقت، فمش هيقدر يكرر المصيبة اللي عملها تاني. بس المحامي بيقول له بقول لك ايه، معرفش، ماليش دعوة. فبيضطر كانج انه يمشي وهو زعلان. وبيروح باروم وقتها لبونج البيت لانه افتكر هي كانت بالنسبة له ايه، ولكنه مش بيلاقيها. فبيكتب لها رسالة وبيسيبها على باب بيتها. بس بنعرف ان في حد كان في البيت معاها وبيحاول يقتلها، وكان كاتم بقها لحد ما باروم يمشي. بس بتقدر بونج انها تفلت منه وبتبقى قربت تقتله، بس الشخص ده هرب منها، وفي طريقه للهروب خبط في باروم. فبيجري باروم وراه لحد ما بيقدر يوقعه على الارض، وبينزل فيه ضرب لحد ما بيفقد اعصابه، وبيحس انه مستمتع جدا وهو بيأذيه، ولكن بيحاول يتملك اعصابه من تاني. وكمان بونج بتيجي تقف جنبه وبينقل باروم الاتنين للمستشفى، وبيعرفوا ان الشخص ده يبقى من داعمين السفاح هانسو، ومش بيرضى يقول اي حاجة تاني ولا حتى ليه كان عايز يقتل بونج. وبيعرف باروم ان بونج مشيت من المستشفى، فبيمشي وراها وبيوصلها فعلا، وبيعرفها انه افتكرها، وبيطلب منها تسامحه على انه ما افتكرهاش بسرعة، وهي بتكون مسامحاه وبتخليه يوصلها البيت براحته. وتاني يوم بيروح باروم للدكتور اللي عمل له العملية لما كان بيموت، يعني لما يوهان حاول يقتله، وبيقول له انه بيجيله ذكريات غريبة كده مش بتاعته اصلا ومش فاكر انه مر بيها. فبيهديه الدكتور وبيديله دواء مخصوص. وبالصدفة بتكون بونج في نفس المستشفى وبتروح لباروم تسلم عليه، فبيقول لها انه كان بيقابل الدكتور اللي عمل له العملية وبيشاور عليه. بس بونج بتقول له ان ده مش الدكتور اللي عمل له العملية اصلا، وبتقول له ان لما وصل للمستشفى هي كانت قلقانة عليه جدا، وفضلت واقفة جنب شباك اوضته بتراقبه من غير ما اي حد يعرف. وشافت بنفسها الدكتور اللي عمل العملية، وبتقول ان عنده علامة كبيرة في وشه. وبيدوروا بقى في كل دكاترة المستشفى، بس بونج بتقول ان ولا واحد منهم. فبيرجع باروم تاني للدكتور وبيسأله هل هو متأكد انه عمل له العملية، فبيأكد له الدكتور بكده. بس باروم بيعرف انه كذاب من تفاصيل وشه ومش بيبقى فاهم هو بيكذب ليه يعني. بعدها بيدخل الحمام علشان يغسل وشه، ولما بيركز كده في كلام بونج بيفتكر ان هانسو دكتور مخ واعصاب برضه، وكمان عنده علامة كبيرة في وشه زي ما بونج وصفت. بس بيرجع يفكر نفسه ان هانسو ده في السجن، واخر حاجة يعني ممكن تحصل انه يخرج من السجن، ولكن بيبقى عايز يتأكد برضه وبيبعت صورته لبونج وبيقول لها تشوف كده هل هو ده الدكتور. ففعلا بونج بتشوف الصورة وبتقول له ان ده الدكتور. فبيروح باروم لهانسو السجن بسرعة وبيسأله هو عمل ايه في دماغه، هل حط مثلا دماغ السفاح ابنه يوهان في دماغه علشان كده بيفتكر ذكريات غريبة عن الجرايم.
وفعلا هانسو كان عمل كده ونقل جزء من دماغ يوهان لباروم، وبيقول له انه عاش حياته وبيجرب في البني ادمين لحد ما قدر يعمل عملية نقل دماغ ناجحة كده، لدرجة انه كان بينزل الشارع ويدور على المتشردين اللي ما عندهمش اهل علشان ياخدهم البيت بحجة انه هيأكلهم لحمة، وبياخدهم يفتح دماغهم ويعمل التجارب بتاعته. وبيعرف باروم مين اللي خلت هانسو يعمل العملية دي، وهي السياسية اللي كانت بتأيد فكرة دان زمان في انهم يحللوا الأجنة علشان يعرفوا مين فيهم هيبقى قاتل لما يكبر. وبيروح وبيتكلم معاها وبيعرف منها ان في حد بعت شريط فيديو ليها، وبتكون عملية لحالة نفس حالة باروم لما كان بيموت، وهي بنفوذها قدرت تقعد مع هانسو ووريته الفيديو وطلبت منه يكفر عن اي ذنب عمله عن طريق انه ينقذ باروم. وطبعا هانسو كان رافض، ولكن غير رأيه فجأة من غير ما حد يعرف السبب. وبنعرف ان اللي عملت كده هي تشوي، لانها كانت عارفة معلومات عن هانسو من يوهان، وكانت عارفة انه الوحيد اللي هينقذ باروم. وبنعرف بعدها ان تشوي دي خلفت وبقى رسمي في حفيد لهانسو، وموضوع الذكريات بيتكرر تاني لباروم، وبتجيله ذكريات كتيرة ليوهان السفاح. فبيروح باروم تاني لهانسو وبيقول له يساعده لانه بقى يجيله ذكريات عن حياة يوهان. فبيفرح هانسو وبيقول له ان دلوقتي في قاتل متسلسل وسفاح في دماغه، وده يدل على نجاح عمليته، بس الباقي هيبقى عليه، يا هيقاوم السفاح ويقضي عليه او هيستسلم ويخليه يسيطر عليه. وفي يوم بتكون بونج راجعة بيتها وبتلاقي ست عجوزة جاية عليها بتجري وبتشدها من شعرها، بس موتشي بيوقف الست دي وبيقول لها ان لو الموضوع ده اتكرر تاني هيرد لها الضرب حتى ولو ست كبيرة. وبنعرف ان الست دي تبقى مامة المجرم كانج اللي بونج دخلته السجن، وموتشي بيبقى عارف مين كانج ده وايه اللي عمله في بونج لانه كان المسؤول عن القضية بتاعتها زمان، وبيبقى عايز يحميها، بس هي بتقول له انه مش هيقدر يجي جنبها تاني. وبتمارس بونج حياتها عادي، ولكنها بتلاقي بنت صغيرة جميلة بتتمشى لوحدها في المكان اللي هي عايشة فيه. فبتروح بونج للبنت دي وبتتعرف عليها وبتعرف ان اسمها يو، وبترجع معاها البيت وبتلاقي مامة يو مدمنة كحول ومش بتخلي بالها من بنتها خالص. وبتحاول بونج تنصح الست دي ولكنها مش بتسمع لها، فبتمشي بونج وهي خايفة على البنت الصغيرة. وبترجع بونج البيت وبتلاقي باروم مستنيها، وبمجرد ما بتقرب منه بيترمي في حضنها وبيقول لها انه خايف جدا، وهي بتحاول تطمنه. وبيعرف باروم ان دونج صاحبه هيتجوز ومن اللي هو فيه نسي خالص يجهز نفسه للفرح، فبياخد دونج وبيلبسه بدلة علشان هو صاحبه ولازم يقف جنبه. بس في الوقت ده بنروح لخطيبة دونج وبنلاقي واحد بيخبط عليها فجأة وبيقول لها ان دونج في المستشفى ولازم تفتح له علشان يشرح لها ايه اللي حصل وتيجي معاه كمان. ففعلا يعني بتفتح له، بس بنعرف بعدها ان ده قاتل متسلسل وكان عايز يقتلها، ولكن بيبقى عايز يعذبها الاول. وبيتأخر الوقت ودونج كل ده مش عارف عن خطيبته حاجة، فبيقلق عليها وبيروح لها البيت ومع طبعا باروم، ولكنهم بيلاقوا الباب مقفول. فبيطلب باروم من دونج انه يروح يجيب مساعدة، وفي الوقت ده بيلاقي باروم نفسه قدر يفتح الباب بطرق القاتل المتسلسل اللي جواه، وبيدخل في صراع مع القاتل اللي جوه الشقة وبيفقد اعصابه عليه، ولكن في الاخر القاتل ده بيقدر يهرب منه، بس باروم بيفضل وراه لحد ما بيدخل وراه في مخزن مهجور. وفي الاخر بيقدر القاتل ده انه يضرب باروم ويفقده الوعي كمان، ولما بيفوق بيلاقي ايديه مربوطة. وبنعرف ان القاتل ده يبقى المحامي اللي قدر يخرج كانج من السجن، وبنعرف ان هو فيه جواه جينات سفاح وكان بيتفنن زمان في قتل الستات، حتى مامته ماتت بسببه، وكانت الشرطة بقالها فترة بتدور عليه، ولكن كان محترف وبيعرف يداري على جرايمه كويس. بس بيقدر باروم يلهيه بالكلام وبيفك نفسه وبيضربه، وفي الاخر بيقع القاتل ده في ايد باروم، بس باروم بيفقد السيطرة على الراجل ده وبيخنقه لحد ما بيقتله. ولما بيفوق من الحالة اللي هو فيها دي بيبقى منهار لان المكان بيبقى مولع من حواليه وفي جثة قصاده. وفجأة بيظهر يوهان قدام باروم وبيقول له انه فخور بيه جدا علشان بقى سفاح زيه، وبيفضل باروم يقول لنفسه انه بيهلوس، وفعلا يوهان بيبقى مجرد خيال ولكنه جزء من دماغه، وده مش تعبير مجازي لان حرفيا جزء من دماغ يوهان موجود في دماغ باروم. وبيحس باروم بالندم بعدها وبيرجع لمركز الشرطة وبيبلغ على نفسه انه قدر يلاقي ويقتل سفاح الستات، وبيقول لهم على مكان المخزن اللي الجثة فيه، ولكنهم لما بيروحوا بيتفاجئوا ان المكان فاضي وما فيهوش اي جثث، وكمان بيلاقوا فيديو المحامي وهو بيركب مركب وبيهرب بره البلد. فبيحس باروم نفسه مجنون لان كل حاجة حصلت ملهاش اي اثر، وبيرجع باروم بيته ومش بيقدر ينسى لما كان بيخنق المحامي ومات بين ايديه. وبيدخل باروم بعدها البلكونة بتاعته علشان ياكل قطته، بس فجأة بيفتكر ان كان عنده طير، وبتيجي ذاكرة غريبة ليه وهو بيقتل الطير ده وبيرميه من شباك اوضته لما كان في المستشفى اول ما صحي من الغيبوبة. وفعلا بيروح للمستشفى وبيعرف ان في شوية
الأطفال لقوا الطير ميت ودفنوه. فبيعرف باروم إن في حاجات هو بيعملها ومش فاكرها أصلا، فبيشك في نفسه تاني وبيرجع للمخزن اللي قتل فيه المحامي وبيفضل يدور على أي حاجة ليها علاقة باللي حصل. وفعلا بيلاقي علامة على الأرض مكان ما النار ولعت، فبيعرف إنه مش مجنون ولا حاجة وإن في حد حاول يخبي آثار الجريمة، والشخص ده بيبقى واقف وبيراقبه. وبيركب باروم باص علشان يرجع لمركز الشرطة، ولكن وهو نازل من الباص بيخبط فيه واحد وبيقعوا هما الاتنين. ولما بيوصل باروم مركز الشرطة علشان يبلغ عن نفسه من تاني بيلاقي تليفون بيرن، ولكن مش بيبقى تليفونه، وبيعرف ان تليفونه اتبدل مع الشخص اللي خبط فيه. وبيلاقي حد بيقول له انه هيشرح له كل حاجة وايه اللي بيحصل معاه، ولكن يجي يقابله من غير ما يعرف اي حد. فبيروح باروم يقابله فعلا، وبيقدر الشخص ده انه يخدر باروم وياخده مكان تاني خالص. والشخص ده بيبقى الدكتور دان بنفسه، فبيقول له باروم انه المفروض ميت، بس دان بيقول له انه هيشرح له كل حاجة بعدين، ولكن دلوقتي لازم يجاوب على سؤال واحد: هل هو كان مستمتع بقتل المحامي؟ فبيتعصب باروم وبيقول له انها كانت مجرد حادثة. فبيرد عليه دان وبيقول له انه كان مستمتع، وده بسبب دماغ يوهان اللي جواه، ومع الوقت يوهان هيقدر يسيطر عليه وهيقتل اي حد عزيز على قلبه، وده لانه اداله الاذن بكده مع اول جريمة ارتكبها. وعلشان يتخلص من الافكار دي لازم يشبع رغبته في القتل. فبيحاول دان يقنعه انه يجيب له احماض نووية لاي مجرم، وساعتها يعرفوا هل هو سفاح ومجرم فعلا ولا بريء، وساعتها هيبقى قدامه فرصة يقتله علشان يخلص البشرية من شره. فبيعارضه باروم وبيقول له انه مش هيوافق ابدا يقتل الناس كده، بس دان بيقول له ان ده الحل الوحيد، وبيديله تليفونه وبيخليه يفكر ويرد عليه بعدين. وبيروح باروم علشان ياخد بونج من شغلها، ولكن مش بيلاقيها في وعيها، وده بسبب انه اتأخر عليها وفضلت تشرب كتير. فبيوصلها للبيت وبينيمها، ولكن بيحس بشعور غريب، وكل ما يبص لرقبتها بيحس كده انه عايز يخنقها، وفعلا بيحاول يعمل كده، ولكن بيسيطر على نفسه وبيعرف ان كلام دان صح للأسف، ومع الوقت هيفقد السيطرة تماما. فبيسيب البيت وبيمشي، بس بونج بتفوق بعدها بدقايق وبتعرف ان باروم كان هنا في البيت، وبتلاقيه نسي تليفونه، فبتجري وراه علشان تديهوله، ولكنها وهي بتعدي الطريق بيوقفها حد، والحد ده يبقى كانج، وبيقول لها كام كلمة كده في ودانها وبيمشي. فبتقع بونج من الصدمة وهي منهارة، وبالصدفة بتكون تشوي في المكان وبتاخدها علشان تهديها. وبيكون باروم شايف كل حاجة، وبيفتكر ان في يوم الجدة قالت له يخلي باله من بونج، وبيحس ان كانج ده هيأذيها، فبيقدر انه ياخد حمض نووي من كانج علشان يعرف هو مؤذي ولا لا. وبنروح بعدها لتشوي اللي قدرت فعلا تهدي بونج، ولكن بونج بتقول لها تبعد عنها لانها صحفية واكيد عايزة تستغلها. وتاني يوم بيفكر باروم في كلام دان، وبيلم كل فرش الاسنان اللي في مركز الشرطة علشان يخليه يحللهم بالمرة، وبيقول لدان انه وافق نسبيا على خطته. وبتروح تشوي لموتشي وبتقول له اللي حصل لبونج، وبتوريه تسجيل من كاميرا عربيتها. فبيتعصب موتشي قوي وبيقول ان هو هيتصرف في الموضوع ده، وبيقرا باروم تفاصيل القضية اللي كانج اتسجن بسببها. وبنعرف ان كانج في يوم ما كانش في وعيه واعتدى على بونج وهي صغيرة، ولكن علشان كده في المحكمة اتحكم عليه ب10 سنين، وتخفف كمان بعدين عن طريق المحامي اللي باروم قتله. برافو. فبيعيط باروم وبيقرر انه لازم يجيب حق بونج، وبيروح موتشي لبيت كانج وبيسأله عن اللي قاله لبونج وخلاها تنهار الليلة اللي فاتت. فكانج بكل قرف قال له انه عرفها بس ان كل ما الدنيا تمطر هو بيفتكرها ومفتقدها جدا، وليهم لقاء قريب، لانه ساعة لما اعتدى عليها وهي طفلة صغيرة كانت الدنيا بتمطر برضه. فبيتعصب موتشي عليه وبيفضل يضرب فيه وكان هيقتله، بس مامة كانج دخلت عليهم والموضوع اتنقل لمركز الشرطة، وبسبب كده موتشي اتحبس مؤقتا واتمنع منه يقرب حتى من كانج. بس تاني يوم بالليل بتروح مامة كانج لمركز الشرطة وبتدي مساعد موتشي ورقة وبتقول له يوصلها ليه، وبيبقى فيها اعتراف رسمي ان كانج بيحاول يرتكب نفس الجريمة تاني. وفي نفس اليوم بتعرف بونج من صاحبة السوبر ماركت اللي في المكان ان الطفلة يو لسه ماشية من عندها ولوحدها، فبتقلق بونج عليها وبتعرف ان في مصيبة هتحصل. وفي الوقت ده بيفضل موتشي يترجى الناس ان هم يخرجوه من الحبس، وفعلا بيرموله المفتاح وبيخرج نفسه وبيجري بسرعة علشان يروح لبونج. وبتروح بونج تدور على يو في بيتها، ولكن مامة يو اصلا بتبقى نايمة ومش عارفة ان بنتها مش موجودة. فبتجري بونج لنفس مكان الحادثة اللي حصلت لها، وفعلا بتلاقي كانج الحيوان هناك ومع يو، وكان عايز يكرر نفس اللي عمله فيها زمان. فبتحاول بونج توقفه، ولكن بيبقى اقوى منها. وكمان موتشي بيبقى في طريقه لبونج لانها اتصلت بيه وعرفته وجهتها، ولكن عمل حادثة بالعربية وكان في شخص قصاده وده السفاح كمان. وفي الوقت ده كانج بيكون نزل ضرب في بونج لدرجة انها ما بقتش شايفة حاجة، بس بنلاقي باروم واقف قصادها وجالها علشان ينقذها. وفي الوقت ده بيحرر باروم روح القاتل اللي جواه، وبيطعن كانج بكل قوته وبيربطه بسلسلة حديد وبيتمشى بيه في المكان علشان يخليه عبرة لكل اللي زيه. وتاني يوم بيصحى باروم
بينام وهو كله نشاط كأنه اتولد من جديد، وبتقدر الشرطة انها توصل لجثة كانج. ولما موتشي بيشوفها بيتصدم، وده لأن باروم أبدع في أنواع العذاب اللي نزلها على كانج. فبيعرف موتشي إن في سفاح جديد دخل الحلبة، والمرة دي أقوى وأذكى من أي حد سبقه. وبتتنقل بونج للمستشفى، وبيكون باروم هناك، وبتروح له تشوي كمان علشان تطمن على بونج، ولكنها ما قدرتش تستحمل باروم لأن كل حركة منه وحتى كلامه بيبقى نسخة من يوهان حبيبها. وبيحاول موتشي بعدها يوصل للشخص اللي خلاه يعمل حادثة ليلة قتل كانج، ولكن مش بيبقى عارف يوصل له. فبيروح هو وباروم ليو علشان يحققوا معاها ويعرفوا لو قدرت تشوف وش السفاح اللي قتل كانج ولا لأ، بس بيبان على وشها انها خايفة وكأنها عارفة ان باروم هو السفاح، وبتقول انها عايزة تنام وما تعرفش حاجة. وبتفوق بونج من الغيبوبة بعدها، وباروم بيبقى جنبها، وبيعرفوا الاتنين من مساعد موتشي انه شاكك في يو وان هي بتكذب، وبيبقى عايز يحقق معاها علشان يعرف السفاح. فبيخرج باروم وبونج من المستشفى، وبيقرر ان هو هيروح بعدها يقتل الطفلة يو. وفعلا بيروح لها البيت وبيسألها شافت حاجة ولا لا، وفعلا بتقوله انها شافت وكان هو السفاح، وبتسيبه وتمشي. فبياخد باروم طوبة كبيرة علشان يضربها بيها، ولكنها بتفاجئه وبتقوله انها مش قادرة تشكره ازاي على انه انقذ حياتها، وعلشان كده هتعتبر اللي حصل ده سر بينهم هما الاتنين، ومش هتعرف بيه اي حد تاني. فبيصدقها، وبتقرر مامة يو بعدها ان هي تهتم ببنتها اخيرا وتمشي بيها من المنطقة كلها. وبتسجل يو بعدها فيديو البونج بتشكرها فيه على كل حاجة. وبيوصل موتشي لعجلة كانت موجودة في مكان الجريمة، وبيشك ان ممكن الكاميرا بتاعتها تكون سجلت اي حاجة. فبيتصل بباروم وبيقوله، وفعلا باروم بيفتكر ان كان في عجلة، وبيعرف انه خلاص اتكشف. وبيروح بسرعة لمكان صاحب العجلة، وبيلاقي موتشي هناك، وبيعرفوا الاتنين ان الكاميرا اللي في العجلة اتسرقت ومش عارفين يوصلوا لها. وبنعرف ان اللي عملت كده هي تشوي نفسها، وشافت الفيديو على تليفونها وعرفت ان السفاح هو باروم، ولكنها مش بتعرف حد. وشخصية باروم بقى بتقعد تتغير مع الوقت، لدرجة ان في مرة بونج بتتصل بيه علشان تعرفه انها مستنياه بره مركز الشرطة عشان يعني لما يخلص يتعشوا سوا، ولكن بيفاجئها انه مش فاضي ومش عايز يخرج الصراحة. فبيسمعوا موتشي وبينصحوا ان هو ما يضيعش بونج من ايديه لانها فعلا بتحبه. فبيتصل باروم بيها تاني وبيقول لها انه موافق يتعشوا سوا. وبيروح باروم لصاحبه كوك المستشفى لانه بقاله فترة كبيرة ما زارهوش، وبيكون لسه فاقد الوعي وعايش لسه على أجهزة. وفي يوم بيكون باروم واقف مع بونج، وفجأة بيجيله ذكريات كتيرة ومؤلمة، وبيلاقي نفسه بيجري على بيته وتحديدا في المكان اللي كان زارع فيه. وكل ما بيقرب من المكان ده بيظهر له يوهان وبيحاول يمنعه، بس باروم بيبعده عن الطريق لحد ما بيفضل يحفر ويحفر، وبيلاقي باب سري وبيفتحه وينزل فيه. ولكن بيتصدم صدمة عمره وقتها، لأن القبو اللي نزله ده بيبقى فيه صور كل الجرائم اللي عملها واللي يوهان كمان عملها. وبيعرف ان هو اللي كان سفاح مش يوهان اصلا، وان هو كمان ابن هانسو السفاح. وكل حاجة بقى كنا فاكرين ان يوهان هو اللي عملها كان من وحي خيال باروم، لان هو اللي كان سفاح وشرير، ودماغ يوهان اللي اتضافت عليه هي اللي خلته يحس بالذنب شوية. وكل حاجة كانت كذب، لدرجة ان حتى الطير اللي كان مربيه كان هو اللي كسر جناحه من البداية وقرر يربيه علشان يعني يمثل قصاد الكل انه حنين وبتاع. وكان بيلبس الوش ده قدام الناس كلها وبيقلعه لما يبقى لوحده. وفي الوقت ده بيجيله اتصال وبيعرف ان كوك صاحبه فاهم من الغيبوبة. فبيروح باروم المستشفى وهو مرعوب لانه بيفتكر كوك حصل له ايه. طلع يوم العرض اللي كان في السجن كان باروم عايز يقتله اي حد كده والسلام، وكان معاه جهاز فيه اغاني. لبس سماعة الجهاز ده وقعد يطعن في كوك وعذبه، وراح مخبيه في الصندوق وعمل نفسه قال يعني متفاجئ مع الناس. وبيدخل باروم لأوضة كوك بعدها وبيلاقيها مليانة محققين وصحابه. فبيعرف انه اتكشف لان كوك هيعترف عليه، بس كوك بيطلب منه يقرب. ولما باروم بيقرب كوك بيحضنه بكل حب، وبيعرفوا ان كوك مش فاكر اي حاجة دلوقتي، وبالتدريج هيبدأ يفتكر. وبتتوالى بقى الذكريات على باروم، وبيفتكر الجدة وبيعرف ان هو اللي قتلها بكل وحشية، وكمان هو اللي قتل كو اخو موتشي. بس موتشي بيشك ان في حاجة غلط بين كوك وباروم، وبيقرر انه يكتشفها. وبيروح للمكان اللي باروم كان بيحاول يقتل كوك فيه، وبيتفحصه حتة حتة لكن مش بيلاقي اي حاجة. بعدها باروم اخيرا بيحس على دمه وقرر يعترف على نفسه، وبيكتب كل حاجة في ورقة، وبيقرر انه ينط من فوق مبنى. وبيفتكر اللي حصل ليلة موت يوهان، لان اللي اكتشف انه سفاح هو يوهان نفسه، وكان بيحاول يوقفه كل ده عند حده علشان يوهان يبقى من اللي جيناتهم عباقرة. وقدر يعرف ان باروم ابن هانسو مش هو. وبينتصر يوهان على باروم وبيضربه على دماغه، وبيقرر يخلص عليه. بس موتشي الغبي قتل الشخص الغلط في الوقت ده. بس فجأة تليفون باروم بيرن، وبيلاقي رسالة من كوك بيطلب منه انهم يتقابلوا. فبيقرر باروم انه يعرف كوك عايز منه ايه. ولما بيروح لكوك بيسأله
هو عايزه في ايه، بس كوك مش بيفكر يحسن الكلام حتى، وبيقول له انه عارف انه سفاح وقاتل، وانه فاكر كل حاجه حصلت لما حاول يقتله، بس هو مش هيعمل له اي حاجه، هو بس عايزه يسلم نفسه للشرطه ويسيبه يعيش مع مامته بسلام. فبينهار باروم وبيدخل الحمام، وفي الوقت ده بيروح موتشي لكوك، وهناك بيلاقيه بيتشنج وبينادي على الدكتور، ولكن كوك مش بيستحمل وبيموت بسكتة قلبية. بس موتشي بيجري في المستشفى وبيشوف باروم، فبينادي عليه بأعلى صوته وبيعرفه ان كوك صاحبه مات. فبيرجع باروم وهو مصدوم، وبيلاقي على الارض علامة جزمة هو شافها في الحمام لما كان منهار، فبيعرف ان اللي قتل كوك مش بعيد عنهم. وبيجري باروم يدور في كل مكان، وفعلا بيلاقي الشخص ده. بيهرب منه في الاول، بس باروم بيسرق عجلة وبيطلع وراه، وفعلا بيوصل لفندق لسه بيتبني جديد. بيعرف ان الشخص ده جوه الفندق، وفعلا بيقدر يوصل للأوضة اللي الشخص ده فيها، وبيقتحمها بسرعة وبيفضل يضرب فيه، وبتقوم بينهم مطاردة كبيرة. بس فجأة بيدخل طرف تالت في الخناقة دي، وبيسمح للشخص اللي قتل كوك يهرب، بس باروم بيرمي الطرف التالت ده من المبنى وبيقتله، وبيطلع يجري ورا قاتل كوك، بس قاتل كوك بيقدر يهرب بعربيته برضه. ولما بيرجع باروم للفندق مش بيلاقي اي اثر للطرف التالت اللي المفروض يعني مات، فبيقرر باروم انه هيأجل موضوع موته لحد ما يرجع حق كوك حنين يعني. وبنعرف بعدها ان ابن تشوي كبر وبقى لازم حد يقعد يهتم بيه، فبتنزل بوست وتطلب اي مربية لطفلها، وبتبدأ تختار الشخص المناسب للطفل لحد ما بتلاقي رسالة من واحدة بتحس انها مرتاحة ليها وبتوافق عليها، والواحدة دي تبقى مرات هانسو، وبتبقى عارفة ان الطفل ده يبقى ابن يوهان ابنها. وبيجي ذكرى الباروم وبيعرف ان كان عنده خالة والمفروض هي اللي عاش معاها طول حياته، فبيروح يسأل عن نسبه وبيكتشف ان ما عندوش خالات اصلا. وبنعرف ان باروم لما كان طفل واسمه هون وتم اتهامه ان قتل عيلته، جات له واحدة ومثلت انها خالته، وهو كان عارف انها بتحور، بس وافق الصراحة انه يعيش معاها، ومن وقتها وهو بيعتبرها خالته فعلا. وفي طريق باروم للبيت بيجيله صداع شديد وبينزف دم من مناخيره، وبيلاقي بونج قاعدة مستنياه وبتقوله انها كانت قلقانة عليه علشان مش بيرد على مكالماتها، ولكن بيقول لها انه مش فاضلها وبيتجاهلها كمان. فبونج بتقوله انها عرفت كل حاجة وعارفة انه قتل كانج لانها شافته قبل ما تفقد الوعي، وبتشكره كمان علشان انقذها، وبتقوله انها مش معتبراه وحش ولا حاجة. فباروم بيحول الموضوع لصالحه وبيقول لها ان هي السبب في انها خلته قاتل، وكل ده علشان يحميها. وبيقول لها كمان انه مش عايز يشوفها تاني، ولو هي قربت منه هيروح يسلم نفسه ويخليها بقى تشيل ذنبه، وبيكون عمل كده علشان ما يجرحهاش لما يعني يخلص على نفسه. وفي يوم بيكون دان بيلاقي باروم بيتصل بيه وبيعرفه انه جايله وبيقفل معاه وبيمشي، وبنعرف ان في حد بيراقب باروم وتليفونه وبيتصل بمجموعة رجالة علشان يروحوا لدان ويخلصوا عليه. بس لما بيوصلوا لمكان دان بيطلع لهم باروم وبيقضي عليهم كلهم، وده لانه كان عارف ان في منظمة بتراقبه وبتحركوا زي لعبة الشطرنج، وبيكون اسم المنظمة دي هي أوز. بس حد منهم بيقدر يخدع باروم وبيضربوا على دماغه وبيهربوا كلهم. وبالصدفة بتكون بونج رايحة مشوار وبتسمع صوت زعيق، وبتعرف ان المشكلة بسبب كلب، فبتروح علشان تحل المشكلة دي. وبنعرف ان مرات هانسو عندها كلب عزيز عليها ولكن بيبقى شقي قوي، وبتبقى لازم تستنى في المكان ده علشان تدي طفل تشوي ليها. فبتعرض بونج عليها ان هي تفضل مع الكلب لحد ما تخلص اللي بتعمله وترجع لها من تاني. وفعلا بعد شوية بترجع مرات هانسو وبتشكر بونج وبتخليها تطلع معاها البيت تتعشى معاها، ولكن بونج بتشوف صورة ولد صغير في برواز وبيبان عليها ان هي عارفاه، والولد ده يبقى يوهان. فبتقول لها مرات هانسو ان ده ابنها ومات من فترة، فبتحزن بونج عليه وبتمشي. وبنعرف ان زمان يوم ما اعتدى كانج على بونج اللي لقاها هو يوهان وهو كان لسه صغير، وقدر يوصلها لأقرب شرطي وكان موتشي وقتها اللي بدوره وصلها لمركز الشرطة. فبتروح بونج لموتشي وبتحكي له انها لقت مامة الطفل اللي انقذها ولكن للاسف ميت دلوقتي. وتاني يوم بتروح بونج تاني لمرات هانسو وبتعرفها ان ابنها منقذها وبتحكي لها الحكاية كلها. بس لما بونج بتمشي بتحس انها شافت الست دي قبل كده، وفعلا بتفتكر بيتها القديم وبتفتكر انها كانت بتدهن الحيطة وبتحاول تمسح حاجة مكتوبة. فبتروح بونج للحيطة دي وبتحاول تعرف ايه اللي كان مكتوب، ولكنها بتتفاجئ، وده لان اللي مكتوب هو يوهان. وبتعرف ان ابن الست دي هو يوهان ومنقذها هو السفاح برضو يوهان. بس ازاي سفاح وهي فاكرة انه كان شايلها وعمال يدعي تفضل عايشة؟ ازاي اساسا سفاح يبقى بطيبة القلب دي؟
وبتيجي بعدها مكالمة من شخص مجهول لموتشي بيعرفوا فيها ان في كارت ميموري على المكتب بتاعه ولازم يتفرج على كل اللي فيه، وبيكون جوه الكارت ده فيديو الباروم واثبات انه كان موجود في كل مسارح الجريمة. وبيعرف موتشي ان باروم كان هو السفاح، وبيتأكد كمان لما بيفتكر تفاصيل وش طفلة يو. ولما بيجي خارج من مركز الشرطة بيلاقي موتشي باروم في وشه، فبينزل ضرب فيه والناس بتبعدهم عن بعض وهم مش فاهمين، بس موتشي بيفضل يقول ان هو السفاح وهو السبب في كل حاجة، وكمان بيقول ان معاه دليل. وبيجي يطلع الكارت من جيبه مش بيلاقيه، وبيكون في حد سرقه منه، وبكده يكون اتهم باروم بالباطل ومش بيتمسك عليه اي حاجة، بس موتشي بيبقى متأكد انه السفاح. بعدها بقى بونج بتروح لمساعد موتشي وبتسأله عليه ولكن مش بيبقى موجود، بس بونج بتقوله يعرف موتشي ان هي قدرت تجرح السفاح في ايده الشمال وباروم مش السفاح لان ايديه مش مجروحة، ولكنها لما بتروح لباروم بيته بتلاقيه نايم والشك بيدخل قلبها وبتحب تتأكد، فبتبص على ايده وفعلا بتلاقي الجرح اللي هي جرحته للسفاح، وبتعرف ان هو السفاح وان هو اللي قتل جدتها، فبتقوم علشان تمشي وهي مرعوبة، بس باروم بيمسك ايديها. ولكن بنسيبهم دلوقتي وبنروح لحاجة تانية خالص، وبنرجع بالزمن لورا تحديدا بعد ما مرات هانسو بتولد، وبتكون قررت ان هي تقتل الطفل لانه من هانسو، بس بتيجي واحدة وبتنقذه منها، وبنعرف ان الست دي هي اللي كانت قاعدة معاها يوم ما اكتشفت ان الجنين فيه جينات سفاحين. وبتعرف مرات هانسو ان الست دي ولدت هي كمان وقررت تحتفظ بالولد، بس الاتنين بيبقوا خايفين الصراحة لا يكون حد من ولادهم سفاح، علشان كده بيقرروا يبدلوا ولادهم، لان لو ظهرت اي معالم اختلال نفسي على واحد فيهم يقدروا يقتلوه من غير ما يترددوا لانهم مش ولادهم يعني الحقيقيين. وبنعرف ان بعد ما السياسية اترجت هانسو انه يعمل العملية الباروم كان هانسو عايز يتمشى شوية، وبالصدفة دخل المكان اللي حصلت فيه الجريمة بتاعة كوك وقدر يلاقي جهاز باروم بتاع الاغاني، وسمع اغنية كان هو بيشغلها لابنه لما كان في بطن مامته، وعلشان هو سفاح كان عارف ان باروم هو اللي عمل كده في كوك، وكده عارف ان باروم هو ابنه مش يوهان، وده بيبقى السبب اللي خلاه يغير رأيه ويوافق انه يعمل العملية، وفعلا عمل العملية وقدر ينقذ ابنه من الموت. وبنرجع تاني لبونج وبيكون باروم عايز يعرف هي كانت عنده ليه، فبتقول له انها كانت بتطمن عليه مش اكتر، ولما بتخرج من بيته بتنهار من كتر الاحداث اللي بتقعد تجري في دماغها، ودايما صورة جدتها وهي ميتة مش بتفرق خيالها. وطبعا موتشي بيبقى منهار هو كمان لانه عارف انه قتل الشخص الغلط. وفي يوم بتتأكد بونج ان باروم مش في بيته وبتقتحم بيته علشان تفتش في حاجته، ولكنها بتبقى غلطانة لان في حد كان مستنيها اصلا وبيخدرها على طول. وبترجع السياسية اللي كانت سبب في حياة باروم لبيتها، ولكنها بتتفاجئ بوجود باروم اللي بيقول لها بشكل مباشر انه عرف خطتها هي ودان. وبنعرف ان السياسية دي هي اساسا مؤسسة المنظمة اللي هي اوز، وبمساعدة دان قدرت تلاقي اكبر عدد من الاطفال المختلفين نفسيا، وكانت بتراقبهم لحد ما يكبروا علشان تشغلهم قتل عندها، وبكده تكون قدرت تستخدم السفاحين في القضاء على السفاحين برضو وتطهر العالم منهم. بس باروم بيبقى شايف انها سفاحة زيها زيه وان طريقتها في السلام كانت غير شرعية، بس السياسية دي بتفضل تستفزه برضو علشان بتبقى عايزة الصراحة يقتلها وفي الاخر يتقبض عليه، ويبقى كده اتخلصت من اكتر حد كان مميز عندها وضربت عصفورين بحجر. بس باروم بقى بيقول لها انه مش هيعمل اللي هي عايزاه، وبيمشي وبيتقبض على دان والسياسية علشان يتم التحقيق معاهم. وبنروح لبونج اللي بتبقى محبوسة لسه في مخزن ومستنية اللي خطفها يجي علشان تضربه، بس بتتفاجئ بواحدة ست داخلة عليها وبتكون دي خالة باروم اللي برضو بتبقى من مجموعة اوز، وبتهدي الست دي بونج وبتقول لها ان باروم عمل كده علشان يحميها من نفسه، بس بونج بتسيبها وبتمشي. وبيكون باروم راكب عربيته وراجع لبونج، ولكن بيلاقيها في نص الطريق وبتبقى عايزة تقتله وتنتقم لجدتها، ولكنها بتبقى اضعف من كده، بس باروم بيقول لها تسامحه لانه ما كانش في وعيه، بس في الاخر بيستسلم علشان يسيبها تقتله. ولكن بونج برضو بتغير رأيها وبتقول له انه اقل من انه يموت مستريح كده ولازم يروح يسلم نفسه ويتعاقب على كل حاجة عملها. وفعلا تاني يوم باروم بيسلم نفسه وكل الناس بتعرف ان يوهان بريء وهو السفاح الحقيقي، وبتروح مرات هانسو لمركز الشرطة وبتطلب ان هي تتكلم مع باروم، وفعلا بيوافقوا وبتعرفوا وقتها ان هي مامته الحقيقية وكانت بتراقبه من بعيد وهي اللي لحقته وهو صغير قبل ما يقتل الولد الصغير. وبتعرفوا كمان اتفاقها هي والست اللي قابلتها في المستشفى، وان هي لما بتبص في وشه بتقرف وبتشوف هانسو فيه، وبرغم ان يوهان مش ابنها ولكنها حزنت عليه لما مات. وحقيقي يعني احنا
احنا كلنا هنا كنا حزينين على بروم نفسه اللي بيتحكم عليه بالإعدام ولكن بشكل مختلف، وهو انه يتسجن مدى الحياة بشكل منعزل، وبيتسجن في نفس السجن اللي باباه فيه، والمسؤول عن حراسته هو دونج صاحبه. وفي أول يوم في السجن بيقدر بروم يعصب دونج ويخليه يفتح الزنزانة اللي هو فيها، وبيدخل علشان يقتله، بس بتقوم خناقة كبيرة بينهم هما الاتنين، وباقي الحراس بييجوا يبعدوهم عن بعض. وبعد شوية بنلاقي باب زنزانة هانسو اتفتحت، وبيدخل بروم وبيقول له ازيك يا ابويا، فبيقول له هانسو انه فخور بيه جدا وباللي عمله قوي، وبيفتح له احضانه. ففعلا بروم بيترمي في حضنه، ولكن مش علشان يبادله الحضن، لا ده علشان يموته. وفعلا بيكون معاه أداة حادة وبيطعنه اكتر من مرة علشان يتأكد انه مات، ومع كل نقطة دم كان بينزل معاها دمعة منه، لان برغم انه سفاح ومختل بس جزء يوهان الطيب اللي جواه بيخليه يحس بالذنب برضه. ولما الخبر ده بيوصل لموتشي بيروح علشان يزور بروم، وبيقول له ما يتخيلش ان قتله لهانسو هيبقى سبب يخليه يسامحه، بس بروم بيقول له انه اسف على كل حاجة عملها، وانه دايما كان بيعتبره فعلا اخوه الكبير، وبيطلب منه اخر طلب وهو انه عايز يشوف بونج ولو لمرة اخيرة. فبيعرف موتشي وقتها قد ايه بروم حاسس بالذنب، ولكنه بيقول له انه مش هيسامحه برضه، وبيروح يعمل اللي عليه وبيوصل الكلام ده لبونج. وبتروح بونج تزور بروم فعلا، ولكنها بتقول له انها عمرها ما هتسامحه، وانها برضه مش شايفه اللي هو فيه ده عذاب، لانه يستاهل يموت بطريقه ابشع من كده، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيروح بروم للكنيسه علشان يطلب السماح على اللي عمله كله، وهناك بيقابل نفسه وهو لسه صغير، وبيفضل يهون عليه ويقول له ان كل شيء كان ضدهم وما كانش باختيارهم، وان برغم سوء اللي عملوه هما الاتنين ولكن هيفضل تحت مسمى طبيعتهم، واكيد احساسهم بالذنب ده هيبقى سبب في الغفران ليهم. وبيحضن نفسه، ودي بتبقى اخر حاجه بروم قالها لنفسه لانه مات في الكنيسه من شده احساسه بالذنب. وبنشوف موتشي بعدها وهو بيدفن بروم وعامل له لوحه خاصه بيه، لانه برغم اللي والد بروم عمله فيه ولكنه قرر يسامحه بسبب شعوره بالذنب. فتفتكروا بقى، هل فعلا بروم يستاهل انه يتكره، ولا كان ضحيه ابوه ومامته والمجتمع والسياسيه طبعا الكبيره اللي منها لله؟ اما يوهان يا حبيبي فده خد كميه شتايم لحد الحلقه ال15 لما شبع، فربنا يسامحنا بقى.